علينا رحمته وبركته من الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. من فضلك يا أخي، أنا مش هتكلم أكثر من 5 دقايق عشان الوقت. ليصمت لسان الإنسان ولينطق روح الله القدوس لكيما يرسل لنا رسالة عداء في مثل هذه المناسبة. يصعب على الإنسان أن يتكلم، ولكن ننتظر خضوعا لمشيئة الله وخضوعا لمحبة ربنا، ونقدم له الشكر على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. إننا مجتمعين في هذه اللقاء وفي هذه الأمسية المباركة لنشاهد أعظم مشهد لأقوى موعظة لكيما نتعظ ونتعلم، لكيما نرى في لحظات عرس زمني وقتي يتحول إلى عرس سمائي أبدي. هؤلاء يا أحبائي كانوا في عرس مهللين فرحين مشاركين بكل قلوبهم لكيما يؤهلوا أسرة وكنيسة مقدسة. وفي فرحهم هذا تحول العرس إلى ما نحن فيه الآن، ننظره بالإنسان أو بالعقل البشري إنه ألم، ولكن إنه في الحقيقة عرس سمائي. تخلصوا مما للأرض وما فيها من أتعاب وما فيها من ألمات لكيما يحيوا في سماء المجد، لكيما يتمتعوا بعشرة سمائية. وهنا أتأمل في 4 كلمات في اختصار شديد. أول كلمة هي انتقاء، ثاني كلمة هي لقاء، ثالث كلمة هي هناء، أما الكلمة الرابعة فهي بقاء. انتقاء، ربنا انتقى هؤلاء النفوس وهي في قمة فرحها وفي قمة سعادتها لتكمل فرحها في العرس السمائي لكيما تتخلص مما للأرض. كما يقطف البستاني أجمل وردة وأجمل ثمرة يقطفها لكيما نشتم منها رائحة طيب ونتغذى من الثمرة، هكذا ربنا اقتطف هؤلاء النفوس. انتقاء. أما عن الكلمة الثانية فهي لقاء. هؤلاء التقوا بكل أحبائهم الذين انتقلوا من زمن وسينتظرون إلى أن نلتقي بهم ولو بعد حين. علشان كده نقبض هؤلاء الأنفس أنهم تخلصوا والتقوا بأحبائهم، وفي مقدمة هؤلاء الأحباء يلتقوا بأمنا العذراء والشهداء والملائكة والقديسين. يعني احنا هنا في الكنيسة نتمنى ولما نشوف أيقونة لأي قديس أو أي شهيد نتلمس منها البركات ونطلب الصلوات والشفاعات، ولكن هم هنا يلتقوا بهؤلاء، علشان كده نخبطهم. انتقاء ولقاء وهناء، نهنئهم لأنهم تخلصوا مما للأرض. نهنئكم يا أحبائي فردا فردا لأنكم ستتمتعون بسماء المجد وتفرحون وتكونون في أحضان آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
لأنهم تخلصوا من هذه الأرض وهم في فرح، وهم في فرح. لأجل هذا نهنئهم. وما أقدرش أقول أن أنا أعدي الأفراد أو العائلات، بل أهنئكم يا أحبائي فردا فردا أنكم قدمتم أبناءكم لسماء المجد لكي يكونوا شفعاء ويذكرونكم أمام عرش المجد. أما عن آخر كلمة وهي بقاء، فكل واحد منهم له عند كل واحد من أسرته ذكرى، فهذه الذكرى ستبقى إلى الأبد. وكنيستنا تعلمنا: انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. الكنيسة تضع لنا أيقونات القديسين والشهداء، لكي حينما ننظر إلى أي أيقونة منهم نتذكر كل قديس وكل شهيد كيف عاش وكيف سلك في هذه الحياة وكيف قدم ذاته من أجل ربنا يسوع المسيح، سواء مات شهيدا أو انتقل شهيدا أو عاش في حياة مقدسة مبررة من أجل الملكوت السماوي. علشان كده هؤلاء كل واحد وكل واحدة من الذين انتقلوا لهم ذكرى ستبقى في داخلنا إلى انقضاء الدهر، إلى أن نلتقي سويا أمام عرش السماء. إله السماء يعطيني نياحا في أحضان آبائنا القديسين لكل هؤلاء المنتقلين في أحضان آبائنا القديسين. وأنقل إليكم يا أحبائي تعديات وأبوة ومحبة صاحب القداسة والغفرة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني، نيابة عنه وباسمه وباسم المجمع المقدس كله، نقدم العزاء لحضرة صاحب النيافة والحبر الجليل نيافة الأنبا إبراهام، ونقدم خالص العزاء لكل العائلات فرد فرد، لكيما كل منهم ينال نعمة العزاء السماوي من أبونا السماوي. وباسم الأسرة وباسم كل العائلات نقدم الشكر لكل الحاضرين، إخوة مسلمين وأحباء، والكل من شارك بأي صورة من الصور. إله السماء يعطي نعمة وبركة ويبارك في كل الحاضرين، ويعوض كل من تعب في إعداد هذا اليوم وكل من قدم أي شيء في إعداد هذا اليوم. فلنرفع قلوبنا إلى الرب، نطلب العزاء السماوي وليس العزاء الأرضي. فلنرفع قلوبنا إلى الرب من أجل مصر لكيما يكون فيها الحق، ونحن من هذا المنبر ومن هذه الكنيسة نناشد كل المسؤولين لكيما لا يتكرر مثل هذا الأمر. شيء مؤلم جدا أحبائي، شيء مؤلم جدا إن احنا نرى هذا الأمر. عشان كده نناشد كافة المسؤولين على حد سواء بالاهتمام والمراجعة والمكاشفة من أجل بلادنا مصر ومن أجل شعب مصر ومن أجل أن يكون مصر وطن غالي نعيش فيه.